حطي الخل على الفحم وهتنبهري بالنتيجة. هتدعي لي دعوة حلوة من قلبك في شهر رمضان، ربنا يجعلها من نصيبي. النتيجة يا جماعة مبهرة، مش هتصدقوا. الكل هيسألك ازاي حلوتي كده وبشرتك بقت زي الازاز، والبياض ده كله جبتيه منين؟ هتقابلي بقى العيد وانتي بتلقلقي كده وبتلعلطي. بس قبل كل شيء هتنزلي تحطي لي لايك وشير علشان كل الناس تستفاد وتشاركيني الثواب. وما تنسيش بقى تشرفيني وتتابعيني وتشتركي في القناه. جميل جميل. لما حد بقى يسالك ايه البياض والحلاوه دي كلها، قولوا له اصل انا بتابع قناه اسرار البيت مع شيبو، هي اللي بتقول الوصفات الجامده جدا دي. واللي جاي كله جديد يا جماعه، وصفات حلوه جدا للعيد. انا شخصيا مجرباها، كل اللي جربها وقلت له على الوصفه بيدعي لي لغايه دلوقتي. يلا بينا بقى ندق الفحمايه اللي انتوا شفتوها دي وننعمها بقدر الامكان. بقول لكم بصوا ايديا بقت عامله زي غادة عادل كده في المداح. هنحط عليها شويه خل وهنرفعهم على النار يا جماعه. الموضوع سهل، ولا في تلكيع كلاكيع، ولا في مكونات كتير مش موجوده في مطبخك، كل موجود في مطبخك يا جماعه. هندوب بقى الفحم كده في الخل، يا دوبك بياخد غلوه بسيطه يا جماعه. انا عايزه المكونات تتحد مع بعضها، يعني الفحم والخل تبقى ايد واحده. بصوا خدوا غلوه، خلاص هطفي بقى النار وهنروح كده على طول نجيب مصفى ونصفي. بس كده. طبعا لو انتي نعمتي الفحم جدا او ضربتيه في الكبه يبقى احسن طبعا. انا دققته كده يا جماعه على قد ما قدرت. ده كده المكونين اللي انا الرئيسيين اللي معايا. تعالوا بقى اقول لكم. لو عندك بقى شويه شاور جل، ما عندكيش حطي شويه مسحوق اوتوماتيك، ما عنديش حطي شويه صابون مواعين، مش مشكله، ما توقفيش على حاجه. هنحط بقى معلقه صغيره من الكربونات صوديوم او البيكنج باودر اللي متوفر عندك حطيه. بصوا هيعمل كده قوام تقيل وبيرغي. تعالوا بقى نوزعه كده على البشره. عايزه اقول لكم ده للجسم كله يا جماعه. بصوا مجرد ما تحطوه على بشرتكم كده بينظف يعني الاسمرار اللي بيبقى حوالين عقل الصوابع وحوالين الايد، من كتر طبعا احنا بنغسل وبننظف بيوتنا وبنعمل اكل، فطبعا بشرتنا بتتأثر. فدوت بيعمل كده زي نظافة، يعني ايه اسمها ايه، قاع الجلد نفسه بيتغلغل جوه الجلد كده وينضفه. انتوا متخيلين؟ من غير اي حاجه، يا دوبك بس بنحطه كده وبنعمل كده حركات دائريه ونسيبه لمده 5 دقايق كده على جسمنا او على ايدينا. وتعالوا بقى نشطف. بصوا شايفين؟ والله العظيم من اول مره. انا عايزه اقول لكم اعملوه كده واحفظوه عندكم. واستعملوه كل مثلا بعد غسله مواعين. اعملي كده بايديكي هتلاقي ايديكي دي بقت بياض التلج. وطبعا البشره بتبقى ناعمه جدا يا جماعه، مش عايزه اقول لكم اهو للجسم كله يا جماعه. طبعا تقدري تستعملي عند الاستحمام بقى تحطي عليه شاور جل وتوزعي على الجسم كله وتعملي كده زي سكراب لجسمك. تتخلصي بقى من الجلد الميت والاسمرار اللي مركون بسبب بسبب طبعا الجو، بسبب الحرارة المطبخ والحاجات اللي احنا بنستعملها لتنظيف بيوتنا، فالجلد بيتأثر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هنعمل فيديوهات حلوة كتير للعناية بالجسم والبشرة والشعر يا جماعة، علشان العيد وعلشان كله من مطبخك هتستعمليه. عايزه اقول لكم هنا طفيت الفلاش وحبيت اوريكم ايديا عن قرب. والله فعلا يا جماعه بيفرق من اول استعمال. انتوا متخيلين؟ مع السلامه.